تعملي ايه لو انت عندك كده ذبيحة او الأضحية او ذبيحة حتى لعزومة او لمناسبة سعيدة يلا نشوف فطارنا اول يوم. عمري ما اغير الطريقة دي، وكل سنة وانتم طيبين. ده كان اول يوم الأضحية، ده خروف. بصوا بقى، بنحط كله على بعضه، لحمة، كبدة، كلاوي. محدش يقول لي ايه اللخبطة دي، بجد هتبقى حاجة كده وهمية. عارفين الأكلات التركية اللي بيطلع يقول لك كلمة كده مش عارفة ايه هي، وبتبقى كلها بهاريز. تشوفوا المنظر في النهاية. لايك وشير وسبسكرايب للقناة لو انت مش مشتركة معايا في القناة، ويلا بينا نبدأ الوصفة بتاعتنا. ده كان فطارنا يا جماعه اول يوم. اول حاجه معايا كميه كبيره من البصل، عملتها كده في الكبه بتاعتنا. شويه ميه بقى في حله كبيره، الحله تكون كبيره وتكون واسعه وحلوه بالنسبه للكميه اللي هتعمليها. هتحطي فيها كميه من الميه، حوالي ربع الحله ميه، حاجه بسيطه كده، او لتر تقريبا. هنا بقى الكبده متقطعه كبيره، وهنا كميه كبيره من اللحمه، ما شاء الله اللهم بارك. كل سنه وانتم طيبين. ده خروف ضاني، واللي بقى متقطعه قطع، وكمان الكلاوي. الحاجات ديت كلها كده هنعملها مع بعض. بصوا كميه الميه حوالي لتر بكتير، ويمكن اقل كمان. الحله كبيره خالص. واول ما بتغلي الميه ونقول بسم الله، وانزل باللحمه بتاعتنا والكبده والكلاوي وحته اللحمه اللي فيها ممكن عظمه كده بس متكسره يعني صغنونه. ما خدتش على فكره كل ده، ما خدش حوالي كده تقريبا ساعه وربع، وكانت دايبه دوب، وهتشوفوها معايا ما شاء الله. ده الطريقه دي عمري ما اغيرها. ناس كتير بتعمل فته، لا غيروا يا جماعه. الفته ديت فولكلور قديم خالص. انا الطريقه دي بعملها من يوم ما انا اتجوزت بصراحه، يعني بقالي حاجه وعشرين سنه تقريبا، قولوا 20. ونحط بقى كله كميه الميه الصغيره او القليله دي. احنا مش هنسلقها، احنا هنعملها كباب حله او زي الكباب الحله. الكميه الميه الصغنونه ديت علشان هي هتسلي ميتها زي ما انتم شايفين بالشكل ده. غطيتها وهتبدا بقى تطلع الريمه بتاعتها. اول ما بتبدا تطلع الريمه بتاعتها بنشيلها كده بالمعلقه او بمصفى صغيره. كمية المية اللي حطيناها ديت علشان طبعا هي لسه طازة، وعلشان الدم اللي هو بيطلع من الأضحية أو من اللحمة عامة. تمام. تقدري تعملي الطريقة ديت لو انت كمان ده لحمة خروف ضاني. ده خروف يعني أول يوم العيد احنا مضحيين بيه. وما شاء الله كل سنة وانتم طيبين. كمان ينفع معاكم لو جدي برضو، وينفع معاكم برضو لو لو مشتركين برضو في عجل عجالي يعني. بتبقى برضو بس هياخد تسوية زيادة شوية. الملح بنحطه في الآخر. بشيل الريمة كويس قوي. كمية المية ديت حلوة علشان ان الريمة تطلع، كمية المية القليلة. وعملت كبة في الكبة تاني بوريكم. البصل متقطع، بصوا قطع صغيرة، مش صغيرة قوي لكن قطع وسط. بصوا لغاية اما بقيت عاملة هرم من البصل. تقريبا كده عاملة زي الأكلة الخليجية اللي هي اسمها بصيلة أو الفلسطينية. كمية كبيرة من البصل، كل ده هيدوب. حقيقي الكباب الحلة ده يعني يخني او يعني بصوا، او الطريقة الرهيبة دي بتخلي الطعم حكاية ومسكر جدا. البصل تقدري تستخدمي البصل الاحمر اللي هو البنفسجي دوت على البصل الابيض، لان البصل البنفسجي بيبقى حلو جدا وبيبقى مسكر. دلوقتي بقى هتبدأ، بصوا هيبدأ يغلي بقى تاني. الكمية بتاعة البصل دي كمان هحط تاني، هحطها قدها تاني، اعمل تاني. وحطيت كمية كده من الفلفل الاسود، حوالي نص معلقة كبيرة من الفلفل الاسود. ما تزوديش عشان ما تنسيش نفسك والدنيا يعني تبقى مش كويسة في الضغط. لكن طبعا الفلفل الاسود بيحليها جدا. ما تحطيش توابل في الوصفه ديت علشان ما تغيرش من دسامه وطعم وطازه. ان اللحمه طازه ولسه مذبوحه حالا ما شاء الله اللهم بارك. هحط بس فلفل اسود وبس، حتى ورق لورا لا يا جماعه، ولا بهارات لحمه ولا اي حاجه. لما الاقيها دخلت في مرحله السوا خلاص ملحتها.
لما بدأت في السوا ملحتها التمليح المناسب، ومش هتاخد ملح كتير، واخدت حوالي ساعة وربع بكتير، وما شاء الله اللهم بارك. بصوا كل طبق بقى تغرفيه كده متشكل ما بين اللحمة والكبد والكلاوي. عملت رز بالشعرية، وكان طبعا لازم العيش الشمسي بتاعنا هنا في الوادي، انا بشتريه يعني او بخلي حد يخبزه لنا، بس هو بيتباع في المحلات عندنا هنا عادي. وكل سنة وانتم طيبين. جربوا الطريقة دي تحفة جدا. ما حطيتش طبعا سمنة لان في لية الخروف انا حطاها، واللهم بارك. كان اكله طعمه قوي. لو انت عندك مناسبه وذبحه لاي مناسبه، مش بس عيد ضحيه. وده كان اكلنا اول يوم عيد الاضحى. اللهم بارك، ينعاد علينا جميعا يا رب بالخير. معلش متأخرة في فيديوهاتي برضو. بصوا ازاي دايبة اللحمة، دايبة دوب.